جامع أو مسجد الخميسية واحد من بقايا حقبة تاريخية جنوب محافظة دقار، شيده شيخ لواء المنتفق آنذاك فالح باشا سعدون عام 1308 كما يقول المؤرخون. هذا الأثر التراثي يقع على شارع عرف باستقامته وبمئذنة شامخة مائلة تضيف روعة وخيالا لعطر عمق التاريخ، مع بقايا قصر الخميس أسهم في بنائها بناء ماهر اسمه سبع، فيما كان مؤذنها سليمان المسفر الذي عينه الباشا في ذلك الوقت. ويقول المؤرخون إن تشييد هذا الجامع والمسجد كان في بداية إنشاء قرية الخميسية عام 1881. هذه القرية التي تقع ضمن حدود ناحية الفضية بقضاء سوق الشيوخ. كان معظم سكان الخميسية من النجديين ومقرا لقبائل داغر من قضاء الزبير، وكان في الخميسية سكان من المنتفق وعرب الأهوار في ساحتها وداخل سورها في الجهة الجنوبية من بوابتها بيوت شعر كان يسكنها الصلبة، وهي العاصمة الثالثة للمنتفق لفترة من الزمن اتخذها الشيخ سعدون المنصور سنة 1892. الخميسية أو لؤلؤة البرية كما يصفها المؤرخون والذين اختلفت تواريخهم في نشأتها، إلا أنها اليوم شاهدا حيا بإطلالها على تاريخ عريق لمدينة غنية بكل التفاصيل، على الرغم من الإهمال الواضح في عدم إحيائها كجزء من التراث وموقع سياحي في مدينة مصنفة على الخرائط السياحية.